شلونكم عزيزي المشاهد؟ انا ليش متحمس؟ المهم عزيزي المشاهد، اليوم متحمسين عشان بنشوف اقوى ميمز عراقي على التواصل الاجتماعي. نحن عملنا جزء عن التيك توك، انستا، يوتيوب، والحين خلنا نشوف الميمز العراقية. جاهزين؟ يلا نسمي بالله. لايك سبسكرايب يلا. قاعدين مع صديقي هو يبيع بيض، فقاعدين طلعنا هذا الكتكوت من البيض خبصته، فقال وين اوديه؟ كتكوت اخذه يمي، فاخذت لي البيض وقمت اواكلنه وتعلم علي ينام علي اصيح يجيني يركض. اشتريت الملاعب لو اشترى الحصان لعبه يلعب بيه. والله هواية كيوت هواية. طلع على ريش، هنا اكثر ريشه صار ما شاء الله قاعد كبر والان صار ديش. ما شاء الله ما شاء الله. وصحته لين جونا خطاب سويت لهم فاهيته. والله يا راسي ليش انت كبرته واكلته ولعبت معاه واشتريت له لعبه وكان مستانس الدجاجه يا اخي، ليش اكلتها؟ كيف تاكله اصلا؟ يعني انت كبرت المسكين واخر شيء رحت تاكله؟ صراحه الفايته كان شكله شهي شوي. سمكة وزرعتها، بعدين قفلت عليها الرمل كويس وبدأت اني احط عليها مية، وبعد مرور 15 يوم لما بدأت تطلع حطيت عليها كيماوي، وفي ظرف 75 يوم طلعت شجرة بر. ولو انت استفدت من الفيديو لا كيف ما تنساش تعمل لايك. صراحة قاعد اشوف مقاطع كثيرة نفس هذا السمكة ومكتوب اهل البصرة، يعني اي شيء اهل البصرة لازم يكون فيه سمكة. طب ايش موضوعها يا شباب؟ لو حد من اهل البصرة اكتبوا لنا في التعليقات يا اخي ايش الموضوع مع السمكة والاهل البصرة، ما فهمت يا اخي. هذا نعال البصرة. شوف شنو هاي بالتنم ايش هذا؟ هاي مالتنا شحاط على سمكة كيف؟ صدق كذي اهل البصرة وانت اصلا قاعد حتى النعام مالكم سمكة. هاي سمكة ميبسينها مسوينا نعام. يلا والله ما مو فاهم هذا النكت، هذا النكت ابدا مو فاهم يعني. هلا جوزي انا بعرفه كثير بحبني وكثير رومانسي، ودائما بيقول لي حكي عراقي انا ما بفهمه، بس بحسني قلبي انه رومانسي. والله انا حتى ما بفهم على لهجتكم يا اخي. هالحكي تعال شوي تعال. تعال هلا لما تقول لي قبري لفتش فسر لي اياها قدام العالم. قبري لفتش يعني تعرفين سندويشه؟ يعني انا اليوم عازمك على لفه الشاورما هيش تقريبا، بس نقول قبر لفتش يعني نختصرها. طيب امه لفه شاورما كيف؟ انا ما فهمت. اقول يا اخي ليش انا حاسس مسبه نفس كل مره اعمل هذه المقاطع وابغي اتعلم اللهجه العراقيه صح؟ احس انها في مسبه، ما بعرف ليش حاسس انه مسبه. ما بقول داج امه داج يعني انه الله يخلي لي حماتي، الله يخلي لي امك. بالضبط امك داج يعني الله يخلي لي مالت عمي. رومانسي تقبر قلبي. احنا عندنا هوايه رومانسيه. في هذه كمان اللي بتقول لي اياها ثول. ثول هاي لما مثلا انت تسوي طبخه هوايه انا احبها بقول لك ثول يعني عاشتي لك. بتقولوا لي ليش ماخذ عراقي مش رومانسي ليكو؟ احنا اهل رومانسيه. لازم لا انا هذا المره لازم اتاكد من هذا الكلمات. شات جي بي تي hello so in Iraqi dialect they say ثول. what does ثول mean؟ شات جي بي تي قال لي عزيزي المشاهد كلمه ثول تستخدم للاشاره الى الشخص الغبي. والله فهمتها، والله كنت متاكد. لو البنت قاعد تقول رومانسي كثير. اقول لك انا هذا الولد ادعو عليه امانه الله ورسوله، يقول من الصبح ل 100 مره دقيت عليها زمن يجيني لغد وانا هناك بالمول مال المنصور انه بيته ما عنده اريد اروح للنوبه بالمرور جاء من هناك مغرم من الغرام على مود وقاعدين هنا في دول هناك دخل يجينا الخطر الله. انا مو قضيت عصبي شيء حتى رصيدني يخلص في دول هناك امانه الله ورسوله قاعدين انا لك في دول الخطر محمد وقال انا راح اوديكم هناك عشانكم بالمطعم عشان ولا عم يزنون. راح تجي؟ يلا حبيبي قلبي. مستحيل حدا فهم عليه، حتى لو انت عراقي اصلي مستحيل انت فهمت هذا الرجال. انا مستحيل. هذا راب، هذا مش كلام، مش قاعد يتكلم راب. لو اخر شيء قال فهمت، شو اللي فهمت؟ كيف يفهمك؟ انا اللهجه العراقيه بالبطء ما افهم عليه، يعني بالزور افهم عليه. انت كيف فهمت عليه؟ كيف؟ بعدين منو ماكل الكيكه؟ حلاوي. وشنو نخلي بيها؟ خبز هاي حرف الاي ماكلينه وشنو حاطين بيها طين الصناعي؟ كان حرف الاي. لا انا بعرفه مو علاوي لو ما صار مهندس.
علاوي ما بيدرس ولا شيء، ما بيكون يوتيوبر ولا شيء. الرجال علاوي بيكون مهندس. هذا مهندس، هذا هندسه. هذا ابو البيت جاب له خوش غداء، عمل بناء يوفق. المشكله مو بالغداء، المشكله هاي شنو؟ هسه هذا يحترمني مقدرني والله ما ادري. انت كل يا اخي كل شيء شو يسمونه الكندره صح؟ تسمونه هذا كندره. كثر ما شفت هذاك الرجال الجيم العراقي كله كندره وكندره، وحتى الشراب يحطون في كندره يا اخي. ويانا متسابق. مرحبا. نعم مرحبا. شنو اعرفش تعرفين تسوين شو توقفين؟ لا لا عيب كاميرا. وذا كاميرا. انا اسفه مشي لي اياها. يلا. احنا برنامج حزوره بشده، اذا جاوبتنا على السؤال الاول راح تاخذ $100. شنو يسوي لي شيء؟ شنو الشغل عندك تسوي لي شيء؟ حبيبي ليش معصب؟ من مزعل الرجال؟ $500. السؤال الثالث بشده. ما محتاج فلوس، احكي يلا خلينا نروح. المسمار. اجابتك صحيحه ربحت ويانا $100. لا بعد ما كنت. لا تأشر سوي لنا بعد احسن. ما الشغل عندك؟ تعال. لا يلا. لا اعصابك يا اخي. قال لك جاوب على سؤال واحد، سؤال بسيط تفوز كم $500. ايش مالك يا اخي؟ ما تحب الفلوس انت؟ والله من الشكل ما يحب ولا شيء هذا. الذي لم يراها سوى تحرك حبيبي تحرك. وعليكم. يعود مسلسل الانقطاع. المقابلات في العراق شيء ثاني. المقابلات في العراق والله ابغي اسوي لكم بس مقطع حق المقابلات في العراق يا اخي. في المقابلات في العراق ما نسمع خبر ولا اخبار ولا نفهم الاخبار، كله يصير احداث بس. ثاني شيء انت معصب عشان الاصوات اللي جاي من السيارات صح؟ طب ليش صور على الشارع؟ يا اخي نص الشارع قاعد تصور، ليش؟ روح الطرف ولا يروح مكان ثاني يا اخي، ولا على جسر ولا اي شيء. هاي سيارتي رابعه والمرور وراي. اخذت لواصل قصيت لواصل سعره 50. عطى تذكره حق الشرطه. حي الجامعه. حلو والله. لا والله يبالو نروح زياره على بغداد والله. يعني انت تليفونك 14 برو ماكس وانا سفن ليش حتى الله ما يرضاها. 14 برو ماكس الكرتونه واروح اجدد. دق فلوس عمو ماكو هيك ترى. 14 برو ماكس وانا من الصبح لليل قاعد اتبهدل واسوي يوتيوب قنوات يوتيوب وما عندي 12 برو. 14 برو ماكس. واحد بلجيكا. واحد بلجيكا يا ولد. يلا عيني طالع. واحد اصعد بالطريقه ذبك بالنمسا. كيف قاعد تخبط خالي؟ خالي بقى واحد بلجيكي. واحد بلجيكي والله يا ريت. واحد بلجيكي خالي. واحد بلجيكي. اصعد خالص على طالع. فدوى للحجي بعد شباب. ليش مستانس صح؟ حتى حرمتك قالت ليش مستانس قاعد يطلع فوق. ها؟ ليش مستانس؟ ابو على الحلقه؟ لا انزعج. حلو. سطر الروبه في العراق ينزلون بيه ماعين خيبه. خلين بيه خضره. ماعين خضره انت اكل نظافه. خلين بيه معجون. واخر شيء معجون بعد. خلينا بالحمام يروحون بيه جهال. كارثه مو صوت العراق. حتى في الحمام هذا يستخدم حق كل شيء هذا. والله سطل الروبه لازم يرفعون سعره هذا لو كذا يا اخي. ابو حسين متزوج. العاد حسين منين منزله؟ السوق بلاي خرب حظ. ابو حسين يعني صح. كيف ابو حسين؟ يمكن لقب. عندكم القاب يعني يسمون ابو هذا وابو هذا. المهم عز المشاهد هذا نهاية المقطع الميمز العراقي. اشكركم على الدعم غير طبيعي. انت الجمهور العراقي لازم اكون صريح وياكم، جمهوركم هواية قوية يا اخي. لو تبون جزء اخر يعني عزيزي المشاهد تبون جزء اخر ممكن نقدر نخليها مقابلات في العراق ولا دراسة في العراق ولا اشياء ثانية في العراق. اكتبوا لنا في التعليقات ونعملكم ما في مشكلة. ونفس اخر مرة هالمرة يا عزيزي المشاهد ابغى 2000 لايك لو تبغون جزء ثاني عن العراق. 2000 لايك نحن حاضرين. شكرا عزيزي المشاهد. اكتبوا لنا في التعليقات لو انت عراقي ولا لا. لايك الفيديو
اشترك في القناة. اشكركم والسلام.